اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين وأحلى أخوات. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني من فيديو اللي فات. جايلكوا بقى في اليومين الحر دول. هنعمل ايه يا حبايب قلبي؟ هنعمل الايس كريم. بجد تحفة وجميل زي ما انتوا شايفين. الايس كريم الفراولة وايس كريم المانجا زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. يلا نسمي بالرحمن ونشوف الوصفة بتاعتنا الجميلة. معايا مانجا مفرزاها كده في التلاجة، وادي فراولة زي ما انتوا شايفين. انا مطلعاها كده، لازم تبقى كده ماسكه نفسها او مجمده كده. معايا بقى سكر بودر، معايا لبن بودر، معايا كريم شانتيه. زي ما انتوا شايفين كده المقادير كلها زي بعضها. هننزل بقى كده المانجا، هي ما فكتش معانا قوي، هنحاول بقى نفككها كده زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. بس هنفككها من بعضها حاجات بسيطه، وهنشتغل بقى بالايه، مضرب الكهربائي بتاعنا. مقادير سهلة وبسيطة وتاكل ايس كريم بجد تحفة، مضمون. ولا بأي في اي اضافات تانية. زي ما انتوا شايفين كده هيطلع احلى واجمل ايس كريم تدوقوه بمكونات طبيعية زي ما انتوا شايفين كده، بدون مواد حافظة بقى. هننزل بقى كده بالكريم شانتيه والسكر البودر واللبن البودر، هنقلبه كده. بحاول كده انزل كده، ادخل المكونات كلها ببعضها عشان خاطر لما اشغل المضرب بتاعنا المكونات ما تطرش مننا. زي ما انتوا شايفين كل ما بتضربي فيه يا حبايب قلبي كده بيتقل معاكي، والقوام بيبقى كريمي وجميل جدا. ايس كريم بجد تحفة وجميل وناجح ومضمون 100%. بسم الله ما شاء الله. وما خدش مننا 10 دقايق. هنضربهم بقى كده لغاية اما المكونات كلها تتقل معانا. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده خلاص. اي بولة بقى او اي علبة او حافظ التلاجة هنحفظهم كده وندخلهم بقى كده في الفريزر مدة ما تقلش عن من 5 ل6 ساعات كده على الأقل، لليلة كاملة، لغاية ما الآيس كريم بتاعنا يكون جمد معانا، وهتاكلوا أحلى وأجمل آيس كريم. بصوا كده، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. تقاوم كده مش محتاج يتحط في التلاجة يا حبيب قلبي. كده خلاص. نفس الخطوات دي بقى هنعملها برضو في الفراولة. كده بوريكم كده خلاص، هنقفل بقى عليه بالغطا كده. كده خلاص هنبقى نحطه كده في جنب، ونجيب بقى الفراولة نفس المكونات يا حبايب قلبي اللي عملناها في المانجا. هننزل عليها كده حبايب قلبي بالفراولة، اللبن بودر، السكر بودر، اللبن البودر، كريم شانتيه. 3 مكونات بس يا حبايب قلبي: اللبن البودر، السكر البودر، الكريم شانتيه. بصوا كده، بس التركية بقى جميلة كده على الفراولة عشان تدينا اللون الجميل جدا. معانا ظرف من الجيلي، هننزله بقى كده، بيدينا طعم جميل جدا ولون حلو برضو. كل حاجة طبيعية يا حبيب قلبي. هننزل برضو كده نفكك الفراولة بتاعتنا، وهنبقى نشتغل كده بالمضرب. كل ما بتضربوا المكونات كلها ببعضها بتدينا بقى قوام جميل جدا.
جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. بصوا كده بوريكم القوام بتاعنا بيتقل وبيبقى كريمي، ومش محتاج والله فريزر ولا اي حاجة، بس طبعا لازم بنجمده عشان يبقى ايس كريم كده ساقع في الحر ده. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. لو وصلتوا لغاية هنا حبيب قلبي ما تنسونيش باللايك وتفعيل زر الجرس واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. لما انتوا شايفين كده حبيب قلبي، في 10 دقايق كنا عملنا ايس كريم بالمانجا وايس كريم بالفراولة. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، المكونات زادت معايا بالحجم. بصوا كده القوام، بوريكم القوام تقيل جدا. هنجيب برضو علبة او حافظة اللي هنحفظ فيها الايس كريم، وهننزله بقى كله كده، الخليط كله في قلب التلاجة. نزلنا كده حبايب قلبي بالمكونات كلها، هنحطهم برضو زي ما قلت لكم على الاقل 5 ساعات او 6 ساعات او ليلة كاملة، هيبقى جاهز معانا وهيطلع بقى احلى واجدع ايس كريم هتاكليه في البيت، احسن من اللي انت بتجيبيه من بره. اولادك هيفرحوا بيه جدا. كده خلاص، هوريكم بقى كده بعد ما يطلع بقى من الفريزر بعد ليلة كاملة. هوريكم النتيجة. بسم الله ما شاء الله، مبهرة بجد. انا طلعته بقى كده من الفريزر. كان الاولاد بقى ما استنوش ان انا اصور الفيديو، كانوا قادوا منه. بصوا كده بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. هنجيب بقى كده الكاسات بتاعتنا اللي هنحط فيها زي ما انتوا شايفين كده. معيش بقى، عنديش المعلقة اللي هي بتاعة الايس كريم ديت، هنتصرف برضو. حطينا كده بسم الله ما شاء الله. بصوا كده الجمال والحلاوة، جميل جدا. اي تزيين عندك بقى هتزيني الايس كريم او هتاكليه كده برضو جميل جدا، حلو قوي بجد. بوريكم كده النتيجة النهائية. كده خلاص يبقى جاهز معانا. جميل جدا. ايه رأيكم كده حبايب قلبي على الجمال والحلاوة والايس كريم اللي جاهز معانا في 10 دقايق؟ لايك وشير يا حبايب قلبي، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده الجمال والحلاوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.